والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من منتج مصري. الاول يعني عايزين برضه عشان الناس اللي ما شافوش الحلقات اللي فاتت كتير، يعني ايه منتج مصري؟ ايه فكره؟ مش الاسم. احنا طبعا زي اي ناس نشأنا كبدايه ما لقيناش وظايف وعانينا وتعبنا كتير، وبعد كده كبرنا في السن وتعلمنا من الحياه، ففكرنا ازاي نساعد ولادنا. اول حاجه، فبعد ما جينا نساعد ولادنا فوجئنا ان المشكله مش مشكله خاصه، دي مشكله عامه. يعني ايه؟ بلد اقتصاد وفكر الاقتصاد بتاعها يعتبر متأخر كتير جدا. كمان سمعنا ناس ومشينا ورا ناس كانت أعداء لينا، حتى الزرع بتاعنا سممته لنا وأكلنا وشربنا حتى أرضنا. بعد كده جينا ندور على النهضة والتكنولوجيا، لقينا نفسنا متأخرين كتير قوي. يعني دولة زي الهند كان بيتضرب بها المثل، حتى كان واحد يجي يكلم واحد يقول له يعني ده فيلم هندي، معناه ان كان حتى الحكايات بتاعتهم حكايات عبيطة. احنا هم بقوا اشطر منا، احنا اتأخرنا عنهم كمان. فتخيل ان دي ناس وضعها الاسلام مش كده، وعزه الاسلام وعزه الدين مش كده. الدين عايزنا احسن ناس في الدنيا. فطبعا حتى الدين ابتدينا نبعد عنه، بقت ناس تقول كلام حق بس عايزه بيه باطل، وناس نيتها الحق لكن بتاخد سند وحاجات من الباطل. فتهنا، وكل واحد بقى يتكلم كتير ويقول نصايح ويدرس ويسأل ويتعلم، بقى يقول كلام لكن تنفيذ مفيش. كله كلام جميل يريح ويبسط وقتي، لكن ما وراهوش تعب ولا مجهود عشان يتنفس. فطبعا بصينا لقينا ان ولادنا طالعه في وقت الاقتصاد فيه منهار، واكلنا بنستلفه من بره، وماناش بنتكسف ان احنا نتسول من كل الناس الاكل، مع انك اصلا مسلم، المسلم المفروض في عزه. وبقت حالتنا صعبه، واللي بقى عنده وظيفه ويا دوبك مكفي بيها نفسه وبيستلف، بقى يقول لك ايه ده ما شاء الله ليه مستقبل. حتى الناس اللي بتقال عليها مستقبل يا اما ناس بتمد ايديها للحرام وتبقى عندها غنى ونقول ده ما شاء الله ده باشا، وهو في الاساس خسران دنيا واخره. طب الحل ازاي؟ عايزين نعالج ده كله. الاول لازم نستعين بالله، يا رب فهمنا وعلمنا. عايزين نحل مشكله الصحه، الامراض اللي بقت فينا، اللي احنا كنا شعب من اصح الشعوب ومن اذكى الشعوب. الاكل اللي بنستلفه والفلوس اللي بنستلفها، عمله بلدنا ما بقاش لها قيمه حتى بره. يعني المصري بره له ظروف البلد والاقتصاد المنهار، يعني تحس انه عملته كمان اقل من اي جنسيه. طب ماشي، الحل ايه؟ الحل بسيط خالص. ربنا سبحانه وتعالى بعت لك خير في بلدك، ميه وارض من اطيب الارض. اللي تعبك واللي اخرك هو الفكر. ازاي نغير الفكر؟ فانت لو عاش واحد سنين طويله 90 سنه بفكر فساد وفكر ان يحلل الحرام وفكر صعب كده، عشان تيجي تغيره في لحظه تبقى انسان ما بتفكرش. عايز مده كبيره عشان تغير له الفكر وتوري له فكر صحيح، تبدل فيه الفكر الفاسد، وتبتدي تشتغل وتثبت له نتيجه وتوري له نماذج من الناس نجحت وبقت تملك بالحلال وما يرضي الله وساهمت في اقتصاد البلد، وشباب كتير كان عطلان اشتغل، وامراض كتيره ربنا شفى منها سبحانه وتعالى، توري له نتائج زي تركيا ما عملت، وزي ما دول كتيره عملت، زي الهند وزي ناس كتيره. حتى السودان اللي العالم كله بيحاربها دلوقتي وعاملين لها حظر، بقى عندها دلوقتي فلوس. ناخد نموذج مثلا، نموذج ليها كان الجنيه بتاعها زي ورق جرايد، واحنا وصلنا للمرحله دي. احنا حاليا اقترضنا مثلا فلوس المصريين حوالي 400 مليون في كام، في سنتين ولا حاجه زي كده. اصبح ان الجنيه بتاعك مش هيبقى له قيمه، وحتى فلوسك مثلا هيبقى قيمتها هتقل. طب والحل؟ وظايف مفيش والبلد واقفه. المفترض انك حتى لو بتتسول من الناس دلوقتي، بعد فتره ولاد بلدهم اولى، فكل ده هيقف. فطبعا انت الناس مفكره ان احنا بنعوم واحنا بنغرق. يا اخوانا احنا بنغرق وولادنا بتغرق. فلقينا الحل حاجه اسمها الاقتصاد القومي الزراعي. ازاي؟ انا اخد ارض وازرعها بنباتات تقتل الامراض اللي استوطنت في ايه، في ولادي. ماشي، وبعدين بعد ما اعمل ده، النباتات دي طبعا هتبتدي توقف نزيف المليارات اللي كانت بتخرج للادويه، واستخدم الفلوس دي لزراعه ارض جديده واديها لاولادي. ما شاء الله، حلم جميل، لكن عشان يتنفذ كله قالوا ما حدش نفذه. احنا بقى الحمد لله نفذناه. مثلا في العالمين كنا طبعا بادئين وما عندناش خبره،
فخدنا ابعد مكان 300 كيلو العالمين ومنطقه جوه. بعد كده بقى خدنا خبره شويه، بدانا ببني مزار مثلا 200 كيلو، بعد كده الفيوم. وكل مره كنا بنتعلم من التجربه حاجه ونديها للشباب. المره دي بقى قلنا هنعمل ايه؟ هناخد لشاب من دول، تعالى يا ابني انت ما بتشتغلش صح؟ وما عندكش اي مصدر دخل، ماشي. انا كل اللي عايزه حاجه واحده بس، تدور على 1000 شخص من المصابين بالامراض اللي متوطنه زي السكر والضغط والفيروس سي والحاجات اللي هي ايه، والفشل اللي هي من اكلنا وشربنا اللي تسمم. ازاي نطهر الاكل والشرب وازاي نعالج الناس دي. مش عايز منك حاجه، مش عايز منك فلوس. وبعدين هتجيب ال1000 حاله دي وهتقول له الارض دي اتزرعت، الارض دي اتزرعت من نبات اسمه المورينجا مثلا او سبرولينا ايا كان، وخد الحاجه دي كلها، وبعد ما تخف ابقى حاسبنا عليها وبسعر زهيد خالص، يعني تقعد شهر تاكل فيها ب50 جنيه. اتفقنا؟ ماشي. وبعدين هتاخد عليه منه شهاده امام الله ان اللي هو ربنا شفاه وتحسن ولقى ان فعلا دي شفاء زي ما النبي قال ان ربنا جعل الشفاء في كل الارض، يديك قيمتها. ماشي. وبعدين نص القيمه دي بيتحط لك في الارض، بص تلاقي نفسك بعد ال1000 حاله دول ما يخفوا تاخد فدان في نفس المنتج اللي انت الناس خفت منه، ربنا شفاها منه سبحانه وتعالى. وبعدين الفدان ده هيطلع لك نفس المنتج اللي انت بتديه للناس. كده انت عرفت طريقك، هتخلي الناس تاكل اكلها يبقى شفاء، وفي نفس الوقت بتساعد في شفاء اهلك وناسك، وده رحمه. وبعد كده بقيت صاحب ملك. طب ماشي. وبعدين خدت الفدان، المورينجا مثلا قيمتها ما يعادل، مثلا الناس بتقول لك الفدان بيجي 100,000 يا عم مش هنقول كده. الفدان هيجيب لك مثلا هنقول يا سيدي 1,500 ل 2,000 في الشهر ربح، بس هنحسب العشر. فانت اصبح عندك حاجه بتدخل لك مصدر دخل. مفيش وظيفه بديك 1,500 او 2,000 اول ما تتعين فيها، ولنفرض اديك خدت. الحاجه الاهم من ده كله ان انت مش هتراعي عشان ما عندكش خبره، ده في ناس متخصصه هتراعي لك الكلام ده. ماشي. وبعدين الناس بعد ما تراعي لك الكلام ده، ناس مسؤوله هتقول لك يا عم عشان ربنا يبارك لك عشر ارضك هيبقى وقف لله. ازاي؟ العشر ده ثابت، انت بتشتغل مثلا في الارض دي، العشر ده هيطلع لاخواتك المسلمين الغير قادرين عشان يتعالجوا بدون مقابل، ياخدوا النبات ده وياخدوه ايه شفاء، وابدا ومن حقك توديه لاي حد، لصل رحمك، قرايبك، جيرانك، اهل بلدك، اكرم الناس كلها. طب ماشي. اذا انت ربنا شريكك في عشر الارض. تخيل واحد بيطلع العشر لله، اذا كل اللي بيطلع ده مأجور فيه في الدنيا وفي الاخره. الحاجه الثانيه هتبقى فيه محبه ما بين الاهل وما بين الناس، اللي بقى البيوت دلوقتي متفرقه، كل اخين وكل واحد مختلف في الفكر وممكن يزعلوا من بعض. ماشي. وبعد كده هناخد الحاجه دي نصنعها ونبتدي بعد ما تكتر في بلدنا نصدر بره وندخل عمله صعبه. ماشي. طب وبعدين بعد كده لو انا فكرت ان كل شاب ياخد فدان بالطريقه دي، يبقى انا لو عملت لي مثلا حوالي 100,000 فدان بس زرعتهم بنفس الطريقه، في 1000 بني ادم يبقى عندي 100 مليون واحد هيبقى صاحب ملك بلده، واحنا بلدنا 90 مليون. لو وصلنا للحكايه دي في خلال سنتين 3 4 5 زي ما يكون، هتلاقي ان كل واحد في مصر يملك قطعه ارض بتعمل له مصدر دخل احسن من اي وظيفه، ومش محتاجين نمد ايدينا لحد. الحاجه الثانيه دلوقتي انت مثلا تيجي تشتري الحاجه تلاقي ال 1000 او 1,500 او اللي انت بتاخدهم مرتب بيتصرفوا في اكل، كل حاجه سعرها عالي. ليه كل حاجه سعرها عالي؟ لان اصبح اللي بينتج في الارض في البلد بس هو صاحب الارض اللي عنده زرع. والناس لما بتبقى البلد فيها ازمه اقتصاديه ما يستغنوش عن حاجتين، عن الاكل والشرب والعلاج. مش مهم اي حاجه ثانيه تتاخر، اي حاجه ثانيه رفاهيه، لكن ما يقدرش يقعد من غير اكل ولا من غير علاج. فتخيل ارضك بتزرع الاثنين، اكل وفي نفس الوقت علاج. مهما يكون في انهيار اقتصادي، مهما يكون البلد زي ما بيقولوا مثلا منهاره، انت شغال مالكش دعوه بحاجه، بل على العكس انت الوحيد اللي بتنتج، عشان كده الحاجه بسعرها بيزيد. الحاجه كمان يعني نلاحظ سمعنا الحاجه مثلا الاكل بتاعنا زاد الطاقه 2 و3، هو عايزين يعملوا تسعيره جبريه. يا عم مش هيحصل، ما هو اللي بينتج قليل واللي بيصرف كتير، وبنضطر ناخد فلوس الناس من البنوك نصرفها وناخد نشتري فلوس من بره، وفي الاخر انت بتنهار، انت بتغرق. الحل انك تبتدي تنتج وتزرع. فاحنا بدأنا من زمان، والمهم لما كنا بنيجي ننتج كنا بندور على احسن اماكن احنا نتمناها لنفسنا ولعيالنا. فخدنا الاماكن اللي بتروي بحاري اللي هي من النيل. في الاول بدأنا ابار، دلوقتي عندنا مواقع من احسن المواقع. وبعدين فكرنا كمان بعد ما الواحد يبقى عنده مثلا مصدر دخل عالي يقدر يتجوز يفتح بيت، يبني بيت في قلب ارضه.
ويبعد عن الزحمه ويعيش في هواء نظيف وجو نظيف. طب ماشي، وبعدين طب ما هيعيش معزول عن العالم، عايز يتفسح. خدنا شط وعملنا شط اسلامي، تنبسط من غير ما تعصى ربنا، تعيش انت واولادك عيشه ما شاء الله طيبه، ربنا يسعدك. طالما ما بتزعلش، ما ربنا ما بيغضبش عليك وتعملش المعصيه، خلاص ايه المشكله؟ كنا دايما نفكر ان المسلم المفروض يبقى مكتوم، ما يعملش اي حاجه، بل على العكس، ده النبي والصحابه كانوا بيضحكوا وينبسطوا وما شاء الله كانوا سعداء، كان عندهم سعاده داخليه. يا رب يبقى عندنا 1 على 100 منها عشان نبقى اسعد ناس. هفكركم بالرحله اللي فاتت، المصيف الاسلامي والارض اللي هي البحاري وشوف الترعه، ونرجع نتكلم تاني ان شاء الله ونشوف ايه الجديد عندنا. نتفرج على التقرير ونرجع تاني ان شاء الله. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودعا العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا مصر كرمك الذي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. نفسي تطوف لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا إله العالمين، يا إله يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودعا العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودعا جينا طبعا النهارده للحاجه الجميله جدا اللي ان شاء الله يعني انا من اول الناس اللي حاجزه شاليه ان شاء الله في المصيف، والجميع استمتع بالمكان والجو هنا جميل جدا، وان شاء الله يعني يبقى عمل كويس، ونتمنى ان شاء الله يعني يعمم هذا العمل ان شاء الله. أصعب حاجة إن يبقى عندك حلم أو فكر بتتمنى من الله إن هو ينجح، وأي حاجة تعطله، فبتبقى على أعصابك، بتبقى نفسك تشوف حلمك قبل ما تقول سلام عليكم وتمشي، يكون مثلا ربنا سبحانه وتعالى نجحك. كلنا هنمشي، بس القضية إيه بقى؟ إنك يا رب تقول يا رب نجحني. فبعد ما رجعت من الرحلة بتاعت المصيف لقيت الناس مبسوطة وسعيدة.
دايما انا بفكر في الطوبه ما بفكرش في التفاح. شفت فرحه في عينين الناس. فناس بتكلمني الترعه عايزين هيبقى فيها ميه، قلت له اه طبعا. فوصلنا الميه في نص الترعه وفضل النص التاني، واتفقت مع الناس يجيبوا موافقه الترعه من الارض. هو طبعا ما فيش حد بيوصل ترعه وحد بيقول له لا، ولكن عايز ابقى مطمن. عايز الناس بعد سنه، بعد 10، بعد 20 سنه هم واولادهم يدعوا للناس اللي اشتغلت العمل ده، ربنا يجعلها يعني ناس مخلصه، يبقى عمل فيه اخلاص، وانها زي ما كانت بتحب لنفسها حبت لاخواتها. فجم الناس يوم الاثنين اللي فات ده الحمد لله، ووعدوني وحطوا ايديهم على كتاب الله ان شاء الله يا رب ان هيبقى في ورقه مختومه بالترعه، ووعدوني ان يخافوا على الناس زي ما بيخافوا على نفسهم، ان اي صغيره وكبيره، لان طبعا هم هيبقى ليهم جيران ولهم جزء. فبعد ما حلفتهم على كتاب الله كده بقيت فرحان ومبسوط. اصعب حاجه انك تحس بعدم الامان، واجمل حاجه انك تحس بالامان. السعاده انا بتهيألي ان هي الامان وراحه البال. الفكره حاجه صعبه. فالمهم بعد كده كان عندي ارض، بعد ما خلاص الحمد لله الارض دي كانت هتمشي وتمام وما شاء الله وبقيت سعيد، فوجئت خير وكرم من الله تاني. ارض كنت تابع ليها عربون وخدتها. فاول ما سالت قلت لهم الترعه اهم حاجه الترعه. قال لي لا دي الترعه بتاعت الحكومه. فقلت لهم طب اروح اشوف. فرحت بصيت، الدوله عامله ترعتين، ترعه بقالها سنين بسيطه، وترعه مدينها 3 شركات بيخلصوا فيها بيبطنوها يعني وكده وكلام من ده. والترعتين واخدين من اكبر حاجه في الفيوم اللي هو بحر يوسف. فالمهم سالت على اسعار الارض اللي بقالها سنتها عاليه جدا، في ايه؟ ليه يعني؟ فقالوا لي تعالى بس. خدت العربيه ورحت رحله وبصيت على الارض اللي هي بقالها سنين بسيطه مستلمه، لقيت التربه بقت سمراء، اصفر على يعني رمله على اسود. في اللي بقى اسمر وفي اللي اسمر على ايه؟ على حسب رعايتك الارض. على الارض زي بتزرع على طول تبص لها اسمر. منظر جميل ومدارس ودنيا تانية. فاستغربت، معقوله سنين بسيطه تتعدى على الصوابع البلد تبقى كده؟ قال لك اه. الميه النيلي بالذات ما شاء الله يعني الناس اللي عندهم خبره الطميه بتاعتها بتخلي الارض حاجه جميله خالص. وبعدين قالوا ان الارض دي من احسن الارض. فقلت لهم ببص على الترعه اللي هي الجديده دي، لقيتها متبطنه والشركات شغاله فيها، والتانيه لقيت فيها مدارس وناس وعمار ودنيا تانيه وحصنه ومش عارف حاجات، قريه اكنها قديمه بقى لها مئات السنين. فالحمد لله رحت دافع الفلوس وخدتها. دفعت يعني جزء مثلا للناس، وهنمضي العقد ايه يعني انتوا ان شاء الله هتيجوا تروحوا الرحله دي بعد الجمعه اللي بعد الجايه دي. جزء من الارض ملك. دي اكتر حاجه فرحتني. جزء منها ملك، والجزء الثاني فاضل الدفاع الفلوس يبقى ملك. فالواحد يعني ما تعرفوش ربنا اللي يعلم وانا جاي الحلقه دي سعيد قد ايه وفرحان. يعني الامان جميل. فطبعا بقيت مبسوط. ودلوقتي هاخدكم رحله ليها نشوف الترعه القديمه اللي بقالها سنين بسيطه بس عملت في البلد في المنطقه دي ايه، والترعه اللي جنبها هتعمل ايه. والجمال كله كمان ان الارض على الترعه وعلى الاسفلت. فرصه اسال الله انها تنجح يا رب ويفرحنا بيها. وكل يوم بنتعلم حاجه جديده، وكل يوم بنتقدم في حاجه. اتمنى من الله يعني كل الناس الطيبين والبسطاء يروح يصيف وينبسط ما يتكلفش حاجه. المصيف ده هيبقى مصيف بكده اشتراك كارنيه كده، يروح يصيف في اي وقت مش محتاج اي فلوس. واللي عايز ياخد شاليه ويبقى زي الناس اللي جنبه مثلا واخدين الشاليه ب 2 مليون بملاليم هيبقى عنده شاليه. بالنسبه للارض هتقعد في الارض جنب منك عمار مدارس كل حاجه. بقينا بندور على اسباب الاعمار والحياه عشان نقدم نماذج للناس. تعالوا نشوف التقرير بتاع الارض الجديده كمان. ربنا سبحانه وتعالى من خير لخير ومن كرم لكرم، ودايما كرم ربنا ما بينتهيش وعطاؤه ما بينتهيش. يا رب نشوفها كده كده ونشوف الارض ونفرح بيها لما نروح. دلوقتي هتشوفوها على الشاشه. انا اتعودت الحاجه اللي تتصور على الشاشه ان شاء الله تروحوا تلاقوها زي ما هي زي ما صورناها، ما بنحاولش نجمل حاجه. ربنا يجعلنا من الصادقين. نشوف التقرير نرجع تاني. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد
حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجادنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك، نور قرآننا وهدينا بينا، نفسي نور ضلمة ليلك. نفسي يا بلدي لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص، اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجادنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكون أنا وأنا رايح ما كنتش متخيل إنها بالجمال ده، لكن لما رحت وبصيت إن أنا واقف على الأسفلت، أخش يمين الترعة القديمة وعلى يمين الترعة الجديدة، وفرق ما بين دي ودي سنين بسيطة، فاستغربت إزاي هي بالجمال ده. فنويت نية إن شاء الله ربنا ييسر إن أول 5 متعاقدين في الأرض الجديدة دي، يعني احنا قلنا الفدان البحاري ب 30,000 اللي هو بيروي من النيل، لا قلت لا هشيل لهم 10,000 وهيبقى 20,000 الأول 5 متعاقدين. الحاجة التانية قلت إن والأرض دي معظمها هيبقى الناس الشباب اللي ما معهمش فلوس. يعني إزاي؟ نويت الحلقة الجاية إن شاء الله أجيب مثلا 10 أو 20 شاب ما عندوش وظيفة وما عندوش فلوس خالص، كل اللي هطلبه منه إنه ياخد مثلا عينات علاج المورينجا ده، ويروح يجي يشوف 1000 مريض يدور عليهم ويديهم العلاج، وياخد منهم القيمة بعد ما يخف أو بعد ما يحصل تحسن، وأديله فدان. هبدأ أصور مع ال20 شاب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي ده، ما عندوش وظيفة ما عندوش أي حاجة. نفس الأرض دي يبقى كل نصها أو أكتر من نصها للشباب اللي هم ما عندهمش وظايف. كل عملية هتاخد بعضك ببساطة كده وتدور على قريبك أو جارك اللي عيان، اللي عنده الكلى، اللي عنده السكر، اللي عنده الضغط، اللي عنده فيروس سي، اللي عنده قولون، اللي عنده أي أمراض، عنده قرحة المعدة، قرحة الاثنى عشر. كل واحد تعبان هتدي له المورينجا إن شاء الله ربنا يشفي، لأن شفا والله بعد ما يخف قيمتها ملاليم، مثلا 50 جنيه بعد مدة العلاج. عملية مش تجارية، لها هدف ولها فكر إن شاء الله، ربنا يجعله فكر محترم إن شاء الله. بعد ما يحصل كده يفاجئ إن هو بقى عنده فدان ملكه بتاعه، وليه ما حتى يجي قيراط أو أكتر من قيراط بيت يقعد فيه هو وعياله. يقوم باني البيت عندنا الشيخ محمد في بيت تركيب بسعر رخيص خالص، بيركبه يبقى قاعد في بيت شكله جميل، عامل زي الجماعة بتوع لندن كده، بيت في لندن وفي أسبانيا شكله جميل، بيبنوا لك بحاجة تكلفة بسيطة خالص، وتقعد فيه وتتزوج فيه. بقى عندك مصدر دخل إن شاء الله، بقى عندك بيت الله أكرمك بيه، وبقى عندك زوجة وعفة للشباب والبنات. إن شاء الله الحلم ده يحصل. احنا ربنا اللي يعلم بنتعب وعلى أعصابنا عشان النموذج ده يتحقق إن شاء الله في أرض يوسف الصديق وفي الأرض الجديدة وفي كل مكان ناخده. بنتعب في الأول، لكن ربنا سبحانه وتعالى دايما بيكرمنا في الأول وفي الآخر. نستعين بالله إن شاء الله. أنا طبعا رحت القرية اللي هي بقى لسه بقى اللي جنبها اللي على البر التاني، يعني تمشي في الأسفلت، تنزل تركن على بقى الأسفلت، تبص يمين تلاقي خضرة وأرض سمراء ودنيا. على الأسفلت البر التاني تلاقي صحراء وبعض الخضرة لسه ما كملتش زي دي.
فانت هتاخد خط مثلا ميه من الترعه القديمه، تعمر بيه الارض مثلا ال 200 فدان، ولما الترعه تانية تشتغل بقى عندك ترعتين، ترعه على وش ارضك، يعني ارضك على وش الترعه، وترعه تانية جايب منها، يعني ميه وخير على خير. اتمنى من الله يا رب الصوره اللي هتشوفها في التقرير اللي جاي دلوقتي بعد شهور تبقى في نفس الارض اللي جنبها اللي قصاد منها على الاسفلت بتاعها. انا مش هستنى الترعه لما الدوله تحط فيها الميه من يوسف الصديق، انا هاخد من الترعه الثانيه ونشوف منظر جميل، ولما الترعه تمشي خلاص خير على خير. ايه المشكله؟ وطبعا كلكم عارفين ان بحر يوسف ده فرع جاي من النيل ما بينشافش، يعني ده الرئيس اللي بيغذي الفيوم كلها، فدايما تاخد من المنبع. نشوف المنظر اللي انا عشته وشفته، القريه اللي ما بقالهاش سنين يتحط على الصوابع بقت عامله ازاي. نشوف التقرير نرجع تاني ان شاء الله. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام ما تباركوا يا أهل الله. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام ما تباركوا يا أهل الله. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام ما تباركوا يا أهل الله. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام ما تباركوا يا أهل الله. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام ما تباركوا يا أهل الله. حلوين والله. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد. ان شاء الله اخدكم الرحله اللي جايه الاسبوع اللي بعد الجاي، تشوفوا الترعه وهي فيها الميه والارض بتتغسل بتاعت يوسف الصديق وبدايه الخير، وهاخدكم الارض التانية عشان تشوفوها على الطبيعه، عشان تشوفوا الارض الجديده. حاجه سبحان الله، انا وانا رايح ما كنتش متخيل كده. حتى الاكل ليه طعم. العيال اللي تبص في عينيها تحس ان عينيها فيها نظره امل وانبساط. تنزل هنا مصر تلاقي العيال المكتومه وفي عينيها نظره خوف ونظره مش حلوه، اماكن مقفوله ودنيا مخنوقه ومشاكل. لكن هناك العيال عماله تجري وتلعب وتتنطط ومبسوطه. جو طبيعي، جو جميل، حياه على الفطره. فتخيل لو خدت عيالك ووديتهم مكان زي كده، قد ايه يفرحوا بيك ويدعوا لك. ويطلع خطوتين يصيف، وخطوتين يقعد يلعب وينبسط ويركب حصان ويركب مراجيح، وخطوتين يبص على الارض وعلى الخير اللي فيها. حاجه جميله قوي. وتخيل مش هتدفع حاجه، كل العمليه بس انك هتبقى في قلبك الرحمه وتسعى لاخواتك ولقرايبك اللي عندهم بعض الامراض البسيطه زي السكر، زي الضغط، زي فرسي، زي اي تعب، امراض بسبب ان احنا بناكل اكل ملوث. وتاكلهم اكل شفاء، المورينجا او السورين ايا كان، وربنا يشفيهم، الله هو الشافي. يقوم يدعي لك، جايز دعوه تستجاب وربنا يسعدك بها دنيا واخره، وعيالك تعيش في جو نظيف وجو جميل. هنتعب شهور بس ان شاء الله بعد كده نرتاح ونبقى اصحاب ملك. بلدنا كان اصحاب الملك فيها ناس ما يحصلوش 5%،
هم اللي يملكوا، والناس البسطاء الباقيين في حالة حرب والحياة طحناهم علشان ايه؟ يكفي بيته. ننسى حاجات كتير، ممكن ننسى عيالنا، نوجههم، ننسى حاجات كتير. فالواحد بيبص كده يلاقي الناس تعبانة وشقيانة. فرصة انك ما تتعبش ولا تشقى، ترتاح وتبقى سعيد. ومن يهاجر في الارض يجد مراغما كثيرا واسعا. موعود ربنا وكلام ربنا ما فيهوش اي كلام، لازم يتنفس. مش عايز ربنا يوسع عليك؟ تعالى عندك التليفونات، قول لي انا هدور على ناس عدد 10 20 ابتدي اعالجهم وادي لهم المرجع دي يتعالجوا بيها، بعد ما يخفوا ربنا يسهل يبقى ايه؟ يسددوا. واعمل لي ورقه بفدان من الارض دي، هعمل لك ارض بفدان. هتدور على الناس المريضه عشان تخفف المها. اهو بتعمل حاجه، اديك قاعد شاب ما وراكش حاجه، تدور بس على الناس اللي بتتألم او تعبانه وتعرفهم العلاج وتخفف المهم. ادي كل الحكايه. بس بعد كده اتعودت انت ازاي وتعلمت ازاي يبقى لك دور وهدف في الحياه. بعد ما الناس خفت دعيت لك هتحس بفرحه، وهتحس ان عندك طاقه ما تعرفش جات لك ازاي، وهتبتدي تتحرك ورجليك هتطول، وهتلاقي نفسك ايه بعد ما كنت واقف زي الميه راكده اتحركت. بعد كده ال1000 دول خلاص عرفوك ودعوا لك وخدوا مثلا تليفونك وتعرفوا عليك. بقى عندك ارض بتنتج فدان ما دفعتش فيها حاجه، وبقيت عارف انت طريقك، هتاخد من ارضك تودي للناس. بقيت راجل زي الدكتور، بقيت راجل شاطر في التجاره، بقيت راجل بتعرف يعني ايه زراعه، يعني ايه فكر، يعني ايه انتاج. بقيت صاحب ملك بلدك، وبقى عندك حته ارض تبني عليها باقل التكاليف، وبقى لك بيت لزوجتك ولاولادك وما دفعتش حاجه. كل العمليه بس انك استعنت بالله وتحركت. اتمنى من الله الحلقه اللي جايه اقدم نماذج من الناس كتيره، يعني مش عايز 10 أو 20 يبقى عايزين يملكوا، عايز مصر كلها تجيني عشان ياخد ارض وفدان مزروع وبيت. واللي هو معاه امكانيات بسيطه عايز يتعاقد، الفدان اول 5 متعاقدين الفدان 20,000 جنيه في الارض الجديده. ولما نروح الرحله تعال شوف، هتلاقي اسفلت، ارض على اليمين وارض على الشمال. اللي على اليمين عليها ترعه واللي الشمال عليها ترعه. اليمين فيها ميه وبلد اكنها بقالها مئات السنين، حاجه قريه متكامله، مدارس، كهرباء، اديكوا شفتوا التقرير، كهرباء وميه وكل حاجه، الدنيا كلها. والارض الثانيه هتلاقيها برضو فيها كهرباء ووصل لها ميه، بس لسه ما ايه، ارضها ما اسمرتش زي دي، لان الترعه ما وصلتش. في ناس ما استنتش الترعه، خدت ميه من الترعه القديمه وعمرت، عملت مئات الابدنه وشكلها جميل. احنا هنعمل زيهم، بس بدل ما هيبقى واحد يملك 1000 فدان و2000 فدان، لا، الناس الطيبه البسطاء كل واحد ياخد فدان و2 دي ولاولاده. اتمنى من الله يجي لي ناس كتير. الرحله يوم الجمعه اللي بعد اللي جايه، عايز كل واحد بيحلم ان يبقى له ارض ملكه، ويبقى له بيت، ويبقى له مصيف باسمه وخاص لاولاده من غير ما يبقى معاه فلوس، يجيني جرب وشوف. وكل ده هنصوره صوت وصوره هوا، هصور لك الناس، الارض، كل حاجه. الناس راحت معانا استلمت الارض في العالمين وفي المنيا، عارفين اسلوبنا، لدرجه ان انا حتى في المنيا جبت وحده بث مباشر زي الكوره، بدل ما ناخد بث مباشر عشان الناس بتلعب بالكوره وفي الاخر نقعد نسقف ونتخانق والناس تعور بعض وكده، وفي الاخر كله لعب لكن ما بيعملش مستقبل. فالاولى الارض اللي بتعمل مستقبل لبلدنا ولولادنا وخير لعيالنا من بعدينا، اولى ان احنا نصورها مباشر. فاخدت تصوير مباشر، وعشان نصور خدت وحده بس مباشر عشان اصور الناس وهي بتستلم ارض بني مزار. هو ده الاهم، مش اللعب. الاهم انك لما تعيش تعمل حاجه لاخرتك، عشر الارض يبقى في لله، لما تموت يفضل يبعت لك رصيد من الحسنات بكرم الله على ايه؟ على يوم القيامه تلاقي ان ربنا كرمك بحسنات ما تعرفش تعدها من خزاين وكرم الكريم سبحانه وتعالى. وكمان عملت ارض مستقبل لعيالك، بحيث العيل يدعي لك ويقول ابويا تعب وعمل ريحني. الحاجه التانيه انك تبعد عن الجو الزحمه. وانا جاي النهارده على الطريق عشان اصور دخان اسود وحاسب خنقه، حاجه صعبه.
عيشه يعني تجيب الامراض، لكن انت هتطلع لجو نظيف. جرب وانت هناك تشم الهواء شوف عامل ازاي وانت على الشط. صحه وعيشه مريحه، ربنا يرزقنا الجنه يا رب. بعد كده لما ترجع قول لي انا هتعاقب، هدور على كل واحد مريض في بلدي وكل واحد تعبان واساعده، واسعى ان يبقى لي ارض. نفسي كل شباب مصر يقولوا لي كده، نفسي كل واحد من غير شغل يجي له انا عايز، انا هسعى وهملك ارض. ما بقولكش ادفع حاجه، تعالى ونضم لفريق منتج مصري، تبقى صاحب ارض وبقى عندك مشروعك الخاص وما دفعتش حاجه. كل عمليه بس انك وقتك استغليته. ولو عندك نيه جميله، هي نيه الرحمه، يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لا يرحم لا يرحم. لو نيه الرحمه على الناس، لو انت دخلت بس بالنيه دي بس، ان كل واحد مريض انك تساعده ان ربنا يشفيه، تخيل الخير. اول حاجه اجر ليك في الاخره ورحمه من الله. الحاجه الثانيه، الارض دي اصلا واقف صدقه جاريه، العشر بتاعها صدقه جاريه ليك ليوم القيامه، تبقى ميت وربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك خير كتير في صحيفتك. اي واحد مات وريني مثلا من كل 100 كم واحد ابنه عمل له صدقه جاريه، هتلاقي حاجه تزعل يعني. بعد كده بقى عندك مشروعك اللي بيدخلك مصدر دخل. وكان زمان نسمع ان الناس اللي وشها احمر دي وممرده كده وناس زي الفل كده، البشوات، يقول لك انا رايح العزبه. طب يا اخي خليك باشا وروح العزبه واسعى في الخير لاهلك ولناسك. لو الفكر ده اتعمم وانتشر وقدمنا نماذج في القريتين دول، في يوسف الصديق وفي القريه الجديده، ووريناهم للناس، مصر كلها هتعمل كده ان شاء الله. ودي تبقى بدايه النهضه. نهضتك تبدا من ايه؟ من الزراعه. الصناعه انت متاخر كتير، ولو خدت اولادك وعلمتهم ودرستهم هتدفع مئات الملايين، وفي الاخر عبال ما تيجي تحصل الناس تكون هم سبقوك بمراحل. لكن الحاجه اللي مش هيقدروا يسبقوك فيها هي الزراعه، لان دي افضل حاجه احنا ناجحين فيها، وخيرات من عندنا من الله مش موجوده عندهم. يعني حتى لو تروح دول الخليج تلاقي الزراعه عندهم صعبه جدا، بيصرفوا عليها اضعاف تكاليفنا، وما بيبقاش زي عندنا، ما عدا المدينه فيها النخل بيطلع مرتين، لان دي بركه من الله. وكمان ان شاء الله هنجيب النخل ده، يعني وعدني الشيخ احمد اللي واقف على زراعه المورينجا ان هجيب النخل بتاع المدينه ده. طعم البلح بتاعه جميل، ويقول لك فيه حاجات وشفا، حاجه عجيبه. جرب كده تاكل تمر المدينه. فاكرين الحكايه بتاعت النبي لما قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم وسابوا البلح؟ سابوا البلح لله وطلعوا اشتغلوا في الدعوه وجهدوا، عشان كده ربنا يبارك لهم. البلح الوحيد اللي في العالم اللي بيطرح مرتين بلح المدينه. شفتوا طاعه الله تعمل ايه؟ كذلك انا ربنا هيبقى لي الوقت في العشر واطيع ربنا والمنتج اللي يطلع اوديه للناس ربنا يمن عليهم بالشفاء فيه، ويبقى في قلب الرحمه عليهم. والناس متعوده الاساليب بتاع الدعايه والتجاره ان ده بيعمل كذا وشفاءه من الله، ويرفع السعر ضعف على الناس، ويبقى لك ان اصل الناس متعوده ان الغالي هو اللي ايه اللي فيه الشفاء. على العكس، انت لو تعرف الحاجه اللي بيجي لك من بره دي سعرها هتستغرب ملاليم. انتوا عارفين الشاكوريا موجوده عندنا في الريف، بتترمي الجدر بتاعها عشان طعمه مر. بلجيكا خدته وسبحان الله صنعته. الشفا ده علاج الشاكوريا دي علاج للتاكل الكبد او التليف، وبيبعتها لك بدواء مش عارف بكام دولار، 150 دولار. يعني اللي انت بترميها في الارض مش عايزها دي، هو بياخدها بيشيل مراره منها بس يعالجها ويبعتها لك، ما يعادل بتاع حوالي 1000 جنيه، وانت هنا ما تسويش عندك قرش ساغ. هو فكر، شغل دماغه وصنعها وبعتها لك تاني في كبسوله، وانت عندك مرميه في الارياف ما حدش بياكلها، اللي هو الصيص والجعدود اللي احنا بناكل الورق الاخضر بتاعه ونرميه، ويقول لك ده اكله الغلابه. دي اكتر اكله تحافظ على الكبد، الجدر بتاعها اللي انت بترميه. اما فضلت امشي ورا البرشام ده واسال، لقيته من جدر العلاج اللي يقول لك عليه الالماني والمش عارف ايه كل ده عباره عن سبرولينا، طحالب بتطلع في الميه عامله زي ورد النيل، ما بتتكلفش حاجه. وسبحان الله بتفصل الخليه بتاعت الايدز، يعني هي العلاج الوحيد للايدز دلوقتي، وكمان بتقتل فيروس سي، وحاجه عجيبه يا اخوانا، حاجه عجيبه. نعم ربنا ملهاش حد، بس ندور. لما كنت بقول للناس المورينجا شجره معجزه، الناس تستغرب ايه المورينجا دي، مع ان العالم كله عمل ابحاث على النت وفي كل مكان ابحاث علميه. امريكا ما بتطلعش الكلام ده علماء. ازاي امريكا تسميها شجره معجزه؟ لان هم عارفين انها معجزه. كل عطاء ربنا معجزه، كل حاجه في الارض ليك شفاء.
بس انت ما احنا بندور في ارضنا منجم الذهب ومنجم الخير، مشينا ورا مين؟ ورا اللي ما بيحبكش. تخيلوا يا اخوانا جايبين خبراء اسرائيليين يزرعوا لنا. تخيل خبير اسرائيلي اللي هم هم علماء صحيح في العالم بس ما عندهمش ارض يزرعوها. خدوا فلسطين دي ما خدوا جزء منها، ما عندوش خبره في الزراعه. في وقت بسيط بقى خبير الزراعه وجاي يشوف لك على ارضك. طب تفتكر لما يجي يشوف لك على ارضك هيخليها لك احسن ارض؟ ما يحط لك السم في العسل. بقى عندنا كيماويات وبلاوي والناس ظهر فيها الفشل الكلوي وظهر فيروس سي والايدز، وبقى العيل يطلع كده ضعفان ومرضان وحالته بالبلا. ايه ده؟ انت ملكت زمامك لعدوك. لا اركن خلاص، انا واخويا هنحط ايدينا في ايدين بعض وهنساعد بعض ونبدا من الصفر. ما عندكش شغل تعالى في منطقتك دور على 1000 واحد، هتلاقي ناس كتير عندها القولون، ناس كتير عندها المعدة تعبانه، ناس عندها الروماتيزم، سكر، ضغط ماء منتشر يجي 20 مليون، فيروس سي 20 مليون. الناس بقت كلها مليانه امراض من الاكل اللي مش صحي اللي احنا بناكله، والارض اللي سممت الارض السمراء. بعد كده هتقول له بعد ما ربنا يكرمك وتخف او تتحسن الحاله يبقى حاسب تم الحاجه 700 جنيه ملاليم 50 جنيه، وانت مش خسران حاجه. في الاخر هتقوم واخد فدان. بعد كده اتعلمت الطريقه بقى، تاخد المنتج من ارضك تطلع على الايه؟ على اخوك اي حد. لو تخيلوا احنا عندنا 1000 شاب بياخد 1000 يساعد في 1000 علاج، 1000 واحد يبقى مليون مصر ربنا هيشفيهم. يعني انا لو عندي 20,000 شاب اشتركوا في المشروع ده محدش هيبقى عنده امراض خالص ان شاء الله بقدره الله، لانك هيبقى عندك 20 مليون. احنا اقصى مرض عندنا اصابات فيه اللي هو مرض فيروس سي، حوالي 20 مليون مصري، الاحصائيه المدنيه بتقول كده. فتخيل لو عندك 20,000 شاب انضموا لمشروع منتج مصري بس فقط لا غير، ربنا يمن عليك ويتقضي على مرض فيروس سي بقدره الله. انا طبعا دي حسابات يعني، لكن في الاخر هي اهم حاجه يعني مشيئه الله. حتى يا اخواننا التوبه ثم تاب الله عليهم توبه لازم ربنا يكتبها لك. فنسال الله النجاح، ربنا ينجحنا. اذا حاسس في كلامنا ده بالصدق، واللي راح معانا الرحلات وشاف الكلام ده اذا كان صدق على الطبيعه ولا لا، وتاكد من كده مره واثنين وثلاثه، يبتدي ينضم لينا ويكلم اخوه. حب الخير لاخوك. تعال يا اخوانا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدا بدايه صح. انا طبعا الحمد لله كنت بتحرى ان كل كلمه اقولها لكم عليها يعني تبقى صدق. حتى موضوع الترع ده وكده وانه يبقى سبحان الله مصر عليه بقالي اسبوع والحمد لله ربنا وفق. فيا اخوانا اهم من النجاح الاصرار على النجاح. انا بصر، يا ريت عايز 20 واحد يصر على النجاح، 20,000 واحد ينضموا لنا عشان ربنا يعافينا جميعا يا رب ويشفينا وينجحنا. وممكن دعوة واحد من اللي انت ساعدتهم بنية الرحمة وبنية ارضاء الله يدعي لك، الله يستجيب دعوته تسعد دنيا واخرة. هي فرقها لحظة بس. والواحد بيتحرى الاوقات اللي فيها اوقات جميلة جدا يا اخوانا زي رمضان وزي العشر الاواخر والعشر بتوع ذي الحجة والعشر دول جايين. تعالوا نتعاون فيهم وندعي لبعض فيهم ونمسك في ايدين بعض يا اخوانا ونكون صادقين مع بعض. ما حدش يكذب ولا يضحك على اخوه. حب اخوك وحب نفسك زي ما تحب وحب لنفسك، وقول له الصدق مش اكتر من كده. ان الله يحب الصادقين. وتعالى جرب. عدد كبير من الناس ربنا شفاها، لكن الناس بتحرج تقول انا كنت عيان وخفيت. المفروض لما ربنا يكرمك ويخففك تكلم الناس وتحمد الله وتعرف الناس فضل الله عليك، مش بعد ما تخف خلاص. لا، يا رب احمدك واشفى. دايما تحمد الله، ولئن شكرتم يزيدنكم. ربنا يشفيك من المرض ويزيدك صحه. فانا عايزكم ان شاء الله من فضل الله تتصلوا بينا على الارقام اللي موجوده دي وتنضموا لينا. عايز 20,000 شاب. الحلقه اللي جايه هصور مع الشباب اللي هيبداوا ياخدوا ارض بدون مقابل، وهصور مع الخمسه اللي خدوا الارض بسعر اقل اللي هم اول 5 متعاقدين اللي هم في الارض الجديده، وهنصور مع الناس اللي اتعاقدت معانا. هنشوف يا ترى الكلام ده حقيقي. وبصوا لتعبيرات وشهم وعينيهم. ساعات الفرحه تبان في عينيك وفي وشك، ساعات الحيره، ساعات الخوف. اسال الله ان كل الناس اللي تتعامل معانا يبقى في عينيها نظره الامل والفرحه، وربنا سبحانه وتعالى يغنينا ويغنيها، وتبقى ناس في عزه وفي كرامه وتنفق في سبيل الله. ولما يجي يموت ان شاء الله ربنا ينور وشه ويبقى سايب صدقه جاريه ومطمن ان هو ميت والصحيفه بتاعته ما اتقفلتش. ربنا بيملاها له كل الحسنات وكل الخير. يا ريت يبقى ده فكرنا ان شاء الله. كل الناس اللي عايزه تمشي الفكر ده تتصل بينا وصلي صلاه استخاره قبل ما تجيلنا. اذا حسيت بامان وصدق تعالى. اذا عندك خوف
برضه ارجع صلي تاني وشاور. الامام الشافعي قال مقولة عجيبة قوي، قال اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. واحنا عايزين ناس طيبة تجيلنا. واحد بيسأله برضه، بيقول له ايه اعظم عمل عند ربنا؟ فالامام الشافعي راح معيط، قال له ان ربنا يبص في قلبك ما يلاقيكش عايز من الدنيا والاخره الا الله. ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق. طبعا انا ما بقولش انه عندنا، لكن بنتمناه. الله يرزقه لنا ويرزقه لكم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.